السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ايه رأيكم بقى في الحلويات دي؟ عملتها بكيلو ونص لبن بجد والله. والله عملتها وطلعت ايه بقى، تحفة 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 بجد. طبعا الزبادي عايزينه على طول في السحور. اعمليه في بيتك وانتي عارفة ضامنة. بصوا الحلاوة والجمال، بصوا يا نهار ابيض اهو، ولا وقع ولا مية ولا اي حاجة. اعمليه وطعمه تحفة كده، قشطة كده وجميل اكنك بتاكلي قشطة. ماشي يا قشطه. بصوا بقى الحلويات دي انا عملت من كيلو ونص 9 كوبايات. والله 9 كوبايات. ولو جبنا كوبايه من بره مش هتبقى بالكميه دي. ده هي معلقه واتنين، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا الحلاوه والجمال، مهما اعمل فيها ما بتقعش. ايه رايك بقى؟ لو عايزه الطريقه كملي معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ سحور كل سنه وانتم طيبين، يعني فول وزبادي. طب الزبادي دلوقتي العلبه بالشيء الفلاني، طب ما نجيبه ونعمله، مش هيكلفك كتير. يلا يا ست الكل نشوف هنعمل ايه. انا عندي لبن، جايبه لبن بقى اي نوع لبن عندك، اتكلي على الله واعمليه. انا جايبه لبن اهو من سوبر ماركت، سمي بسم الله. لبن من اللبان، هيبقى جميل يستحسن يعني، بس ما عنديش هبطل. ده كيلو ونص ماشي اهو. هحطه على النار يغلي. ليه هنحطه على النار يغلي؟ عشان الميه اللي في اللبن تتبخر، يخلي لك الزبادي بتاعك زي الفل. هحطه على النار ونشوف هنعمل ايه. غلينا اللبن زي ما انتم شايفين، وعندي كوبايه زبادي اهو. دي هشوفها لكم كام اهي. دي كوبايه بلدي، زبادي بلدي. ممكن تعملي اي نوع زبادي برضو، مفيش اي مشكله منه. يعني بصي كوبايه زبادي صغيره مش كبيره، وهاخد حته برضو معلقه من دي عشان انا عامله كيلو ونص اهي كده اهو كده. وهاخد كبشتين لبن كده اهو. اهو ادوبهم الاول هنا. ماشي، هندوبهم كويس قوي اهو. يعني ربوهم الاول في ايه بره. شوف اهي، مبقاش فيها تكتلات خالص اهي، شايفينها. هنزل بقى سمي بسم الله وانزل عليها باللبن بسم الله. هجيب بقى شفشه ونحطها فيها. دي باي بوله عشان تعرفي تصبي منها اهو بسم الله. ونحضر كوبايات. هنحضر بقى الصينيه بتاعتنا اهي. فيها ورق فويل عشان هنحط ميه مغليه فيها ما تسمرش. هاتي بقى الكوبايات نحطها هنا اهو اهي اهي. ونشوف هنعمل كام كوبايه بيها. يلا نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي حاولي تعملي رغاوه فيها عشان الرغاوه دي اللي هتعمل لك القشطه اهي كده. بصوا اهو. طبعا الكوبايه اللي بره بنجيبها مش الكميه دي كلها، ده هي معلقه دلوقتي وصغروها، يعني ايه معلقه والتانيه تلاقيها خلصت، متلحقيش تستطعمي الزبادي اهي. كيلو ونص عمل لنا اهو كام كوبايه؟ ادي 3 6 7 كوبايات زي الفل. هنغطي بقى دول ليهم غطا نغطيهم. بص يعني ملهمش غطا، انا بحب ايه اغطيهم الاول قبل ما اغطي الصينيه كلها. بحب اعملهم كده اهو واغطيها كده. دي طريقتي. وفي بيحطوا على اللبن قبل ما تعمليه يعني خالص معلقه سكر وتدوبيها، وهتسيبيها بقى. هتطلعي الفرن، الجو ساقع دلوقتي يعني الجو مش حار، هتطلعي الفرن وايه تسيبيه يسخن وبعدين تقفليها، بعدين تحطي الصينيه وتسيبيها بقى. هتسيبيها طول الليل، الصبح باذن الله هتلاقيها زي الفل. واحلى زبادي في الدنيا هتاكليه وهنشوفه مع بعض. خد منك وقت يا ست الكل؟ لا ما خدش منك وقت. وايه وانت ضامنه بتاكلي عيالك ايه
وكوبايه ما شاء الله اللهم بارك مليانه. يعني دي تجيبيها بره بالشيء الفلاني، صح ولا غلط؟ انا مستنيه بس الميه تغلي وهنزل عليها بميه مغليه او سخنه، ماشي، ونغطيها ونسيبها في فرن البوتاجاز. اجي هنا اهو الميه سخنت وهصبها في الصينيه بتاعتنا اهي كده. بصوا زي ما انتم شايفين الميه مش مغطيه طبعا الكوبايه كلها، يا دوبك قعرها بس من تحت اهو كده اهو. بس هنعمل ايه تاني؟ هنجيب ورق فويل بقى نغطي الكلام ده كله. وطبعا الفرن انا مسخناه خليته هادي، يعني ايه دافي كده. ما عندناش مثلا اللي بيتعمل فيها الزبادي، ما نعملش زبادي، لا هنعمل زبادي اهو. قفله كويس كويس جدا عشان البخار كله يطلع ايه على الكوبايات كلها، تاخدوا احلى زبادي في الدنيا. بصوا قفله كده اهو، وهنحطه مع ايه في الفرن وهتشوفوا بقى الجمال. بصوا بقى بعد ما الزبادي سيبناه في الفرن ليله، خدناه وحطيناه في التلاجة. ده ايه بقى السر اللي محدش هيقولهولك. خديه كده وحطيه في التلاجة، غطيه وحطيه في التلاجة ساعتين 3 قبل ما تاكليه. هيبقى بالتماسك ده وبالجمال ده، ومهما تعملي فيه مش هيقع، وهيبقى كريمي، والطبقه اللي على الوش كده قشطه يا قشطه. ماشي، ايه رايكم في الحلاوه دي؟ مستاهلش اللايك والشير. سلام عليكم.